هاي حلوين، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة يعني خلاص بقى بدأنا كده ندخل في العشرة الأواخر من رمضان، وتقريبا عملنا كل الأكلات وبدأنا نزهق يعني وعايزين تجديد. فالنهاردة الفيديو هنعمل مع بعض طريقة سهلة قوي للبيكاتا في البيت، وهوريكم كده يعني حاجات بسيطة من يوم اللي أنا بعمله. أول حاجة بس حبيت أشغل بخور. أنا بحس كده طول ما ريحة البخور في البيت الجو بيبقى جميل كده ورمضاني. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ. أول حاجة هنا أنا بدأت أعمل شرايح ستيك. أنا شارياها من الجزار مقطعها لي، ولو تلاحظوا هتلاقوا فيها حتة صغيرة كده دهن من على الطروف دي عشان هي ستيك. بدأت كده أول حاجة جبت طاسة تكون خامتها نظيفة قوي وبتسخن. دي كاست ايرون فبتفضل سخنة فترة طويلة جدا. الطاسات دي من اكتر الطاسات اللي انا بحبها وبرشحها جدا. بشوح فيها اللحمة. هنا انا حاطة بس معلقتين زيت، ولو عندكم زبدة صغيرة قوي ممكن تحطوا حاجة بسيطة تدي طعم. وممكن الخطوة دي تبقى بزيت. انا مش حاطة هنا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة. عايزة اللحمة كلها تاخد اللون البني ده، لان اللون بيدي طعم حلو جدا. شايفين يعني اللون بقى جميل جدا. بعد ما شوحتهم كلهم انا رجعتهم في الطاسة تاني، وزودت حبة صغيرين قوي مية علشان انا بحب ان اللحمة تكون يعني ويل دان جدا، وعارفين كده تكون دايبة في الصوص واحنا بناكلها. آه، فهحط لها شوية مية صغيرين خالص واسيبها تستوي اكتر، واسيبها بعد ما شربت دي كده شربت المية ورجعت كرملت تاني. يعني شايفين الطاسة مفيهاش اي مية مفيهاش اي حاجة خالص، بس شايفين بقى الحاجات اللازقة كلها في الطاسة دي. انا محتاجاها جدا في طعم الصوص، بتفرق وبتكون تحفة. وممكن تعملوا منها براون صوص بدون ما تستخدموا ديمي جلاس اصلا. فانا هنا هنزل بقى عليها كده مكعب زبدة علشان يكون الطعم غني وحلو. مش هكتر زبدة لان هحط كريمة، فانتوا بقى تعادلوها. هتحطوا مثلا لبن ممكن ما تحطوش، يعني مش هتحطوا كريمة، تحطوا اكتر زبدة زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا بتحبوا الدسم بتاع الاكل يعني. وهنا كان عندي بصل كنت عاملاه في الفريزر، فيعني تقريبا تكاد تكون معلقتين كبار او بصلة صغيرة خالص، عشان بس تدي فليفر للصوص. ولما احط اللحمة واحط المشروم وكده يكون فيه طعم حلو وفيه حاجات يعني فليفرز كتير. هنا ده صوص ديمي جلاس بتاع كنور. انا بحب جدا منتجات كنور وبحس ان هي مظبوطة، وعشان كده انا ما حطيتش ملح او توابل على اللحمة يعني، ولا على البصل وانا بشوحه، لان الصوص ده بيظبط جدا الطعم. وطبعا تقدروا بعد شوية يعني لو انتوا شاكين تدوقوا، بس هو الصوص طعمه حلو جدا. وكمان حتى لما بضيف له الكريمة ما مش بيحتاج بهارات يعني بالنسبة لي، وبيكون طعم اللحمة مظبوط. انا بدوبه بس الاول في نص لتر مية باردة، وبيتدوب بره الاول وبيكون سايل يعني. اول ما بيتعرض بقى للحرارة بيبدأ يتقل. هنا كانت البصلة اتشوحت وكل الحاجات اللي في الطاسة طلعت مع التشويح ده، وبقت يعني الطاسة تحسوا ان هي نطفت اصلا من تحت، مفيش حاجة لازقة، والبصل اخد كل الطعم ده. هبدأ انزل بقى بصوص الديمي جلاس. سوري، هنزل الاول بالمشروم برضو اديله تشويحة. ده كان مشروم علب يعني، وطبعا غسلته كويس جدا عشان المواد الحافظة اللي فيه، وبصفيه وبعدين بستخدمه لو ما عنديش مشروم فريش. بس في البيكاتا ده بيمشي وده بيمشي، بس طبعا الفريش بيكون طعمه احلى. يعني بيقرش سنة كده فبتحسوه احلى يعني. هنا نزلت عليه بقى صوص ديمي جلاس. اول ما غلي هتلاقوه تقل شوية. هحط بقى عليه اي نوع كريمة انتوا بتحبوه، عشان بس يكسر اللون ويدي برضو طعم اكتر حلو وغني.
ويبقى زي صوص البيكاتا اللي بناكله بره. انا ما كترتش كريمه عشان مش عايزاها تبقى دسمه قوي. انا بس حاجه تفتح لون الصوص وتدي طعم حلو. يعني ده مثلا اقل من ربع كوبايه يعني، صغيره. فهننزل بقى فيهم اللحمه دلوقتي واسيبها بس تاخد غلوه واحده تتشرب، لان الكريمه ما ينفعش ان احنا نسيبها كتير على النار علشان ما تقطعش وتعمل شكل كده مش ظريف. فمجرد ما ننزل اللحمه تغلي غلوه واحده نطفي. بتكون بقى كده بقت مظبوطه جدا. انا هعمل جنبها رز ابيض وسلطه، وممكن احمر برضو بطاطس جنبها. بس اكله سريعه كده وبسيطه، ويعني تغيير بقى عن اللي احنا قاعدين نعمله كله من اول رمضان، وفي طاسه واحده فمفيش مواعين كتير. خلص بقى كده الفطار وبدأت بقى فطرنا والتراويح بقى وصلاة العشاء. فبحب من قبلها كده بشوية صغيرين برضو أشغل بخور تاني في البيت، مكان بقى ريحة الطبيخ ومكان أي حاجة، وأعمل جو حلو كده عشان وأنا بصلي يكون في ريحة حلوة وجو هادي وأعرف أركز يعني أكتر. فأنا عاملة الكورنر ده بحب أصلي فيه جدا وبيهديني يعني. إيه بعد بقى الصلاة كان عندي طبق حلويات جايباه، وعملت قهوة طبعا عشان نفوق. واليوم ده ما تسحرناش تقريبا. فلو الفيديو عجبكم هستنى تعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.